حبايبي، أطيب وأسهل وصفة كليتشة راح أعلمكم عليها. وعيد سعيد مقدما، ويا رب تحقيق الأماني وصحة وعافية. وأتمنى تدعموني بتعليق، بمتابعة، بلايك، وتشاركون الفيديو بكل مكان. وهسه راح أعلمكم على الطريقة الصحيحة حتى تسوى مثل ما أنا سويته. بس باعوا لي المنظر، هاي علامة الجودة. شوفوا المنظر شلون خفيفة، تقول شكر لمن مو كليتشة. يابا أول شي نحتاج 3 أكواب طحين، بس حتى تقيسون صحيح سووا هاي الطريقة مالتي، انه بالخاشوقة وتفرغون بالكوب حتى المقادير تكون عندكم صحيحة. بعدها نضيف 3 معالق حليب باودر، ونحتاج نص ملعقة هيل، ونحتاج ملعقة كاملة من الشكر، وملعقة كاملة خميرة فورية. بعدها المكونات هي وجافة نعجنهم عجنة بسيطة، أنا سويتها بالعجان لأن ما بيها حيل. بعدها نضيف كوب كامل من دهن الحور أو قالب زبد إذا تحبون بكيفكم، بالتدريج نضيفه. بعدها نحتاج ربع كوب إلى نص كوب مي، بس طبعا طحين عن طحين يفرق، فانتو شوية شوية بالتدريج خلوا. بس أنا خليت ربع كوب وخليتها 5 دقائق تنعجن، بس شفت العجينة تحتاج بعد مي فرجعت ضفت ربع كوب مي. شوفوا شلون صارت عندي، رجعت ضفت ربع كوب مي تنعجن تقريبا 10 دقائق. بعدها نتركها نص ساعة ترتاح. هسه نبدي نحضر الحشوة. هنا أنا عندي طاحونة يدوية ضفت بيها شكر وجوز وشوية هيل، وطحنته بيدي حتى يبقى الجوز عندي يعني مو كلش مطحون ناعم، مثل ما تشوفون الجوز مبين. شوفوا المنظر شلونه. هنا عندي تمر مفلس وعندي حلقوم. طبعا هي الحشوة بكيفكم، انتو شو تحبون تسوون او تضيفون بكيفكم. بعد ما تركنا العجينة نص ساعة صارت جاهزة عندنا. شوفوا لي القوام. هسه أنا راح نبدي نحضر القوالب أو الشكل مال الكليتشة. طبعا هي بكيفكم وأذواق، وكل من اللي يحب يسوي، تحبون تسويها بيدكم أو بقالب بكيفكم. طبعا هنا أنا أختي هي اللي قاعدة تسوي وأنا دا أصور. وللمعلومة عندنا بيج على الانستغرام، اللي يحب يوصي من عندنا فطائر، لحمة بعجين، كباب، دولمة، قوزي، أي شي يعجبكم. برياني دجاج، مقلوبة، شنو بعد، تراب الملك، حلا الخشخش، يعني هاي الأشياء كلها. وطبعا أكيد اللي عنده مناسبة أو حنة أو عرس أو أي شي أو عيد ميلاد يحب أطباق نسوي له أو نسوي له مناسف، كلها إحنا مستعدين نجهزكم بيها. وإذا تحبون تراسلونا راح أخليكم لحساب الانستغرام بالتعليقات، أو راسلوني على الخاص، أي مشكلة ماكو. حبايبي اللي يحب يوصي، التوصيل داخل بغداد فقط، داخل بغداد 5000. يابا لا تنسون إذا الفيديو عجبكم تدعموني بلايك، بتعليق، باشتراك، وتشاركون الفيديو بكل مكان، لأصدقائكم، لأقربائكم، بالواتساب، بالفيسبوك، أي مكان عندكم يشاركون الفيديو. حبايبي سنرجع لموضوعنا. يابا مثل ما تشوفون هنا أنا مثل الشوكولاتة راح نسويها، وهي أذواق، انتو بكيفكم شو تحبون تسووها سووها. هنا أنا دا أحضر بيضة حتى ندهن بيها وجه الكليتشة من نخلص. بس أنا أنصح المبتدئين يسووها بالقالب، يعني أحسن لهم وأسهل لهم من هاي الدوخة كلها. بس هي نرجع ونقول أذواق، كل من اللي عجبه بكيفه، شلون تحبون تسووها طبقوا وسووها. يا اكتبوا لي بالتعليقات شو تحبون أكثر، أم التمر لو أم الحلقوم. أنا عن نفسي بصراحة أحب أم التمر، يعني بالنسبة لي نمبر وان. وطريقة الشوي كلش بسيطة وسهلة. الفرن فوق وجوه على درجة حرارة 200 أو 220، تقريبا ربع ساعة أو شوية أكثر، يعني انتبهوا عليها لأن فرن عن فرن يفرق. حبايبي ما وصيكم إذا الفيديو عجبكم حطوا لي لايك، متابعة، سووا لي مشاركات، لأن هذا الفيديو انتو تشوفوه كم دقيقة، بس هو ياخذ وقت كلش طويل وكلش أتعب بيه من ناحية التصوير، التحضير، المونتاج، يعني وقت كلش طويل ياخذ من عندي. فأتمنى تقدرون هذا الشي وتدعمونه باللايك وبالتعليق وبالمتابعة. بعد ما قطعناها بعد شلون صار شكلها. هنا هاي الكمية صارت عندنا كلش هواية، تقريبا كيلو 800 إلى كيلوين. هسه يابا نبدي ندهن وجه الكليتشة بالبيض حتى بالشوي تعطينا لمعة كلش حلوة. شوفوا شلون صارت عندنا بعد الشوي، يعني والله العظيم منظرها كلش حلو، والريحة ما احجيلكم. وانصحكم تجربوها، واكيد راح تدعولي. باع المنظر شوفوا، يعني منظر صدق صدق رهيب. والف الف عافية مقدما، ومع السلامة.